كلاسيكو افريقيا والوطن العربي، الاهلي والزمالك. اللي حصل امبارح في الماتش كتير، هنتكلم في حاجات كتير، هنسمع حاجات كتير. ان حقيقي اول حاجه لازم نقولها الف مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، شابوه لكل لعيبه نادي الزمالك. ورقم واحد الراجل العبقري، الراجل اللي مفيش منه اتنين في مصر، فيريرا. الراجل ده دماغه معجونه كوره، الراجل ده حرفيا مدرب مش طبيعي. النهارده هقول لكم ان الزمالك قدر ان هو يعمل نفس اللي الاهلي عملوا معاه في ماتش ال5-3. هقول لك ازاي. الاهلي الشوط الاول مش موجود. فين الاهلي؟ الاهلي في بيتهم. الاهلي عمل ايه؟ الاهلي ما عملش اي حاجه في الشوط الاول ولا لعيب. يعني مش هقول لك بقى ده كان فيه لعيب راجل، ده كان فيه لعيب جامد، ده كان فيه لعيب عنده روح. ما فيش ولا لعيب كان عامل اي حاجه. بس خلينا دلوقتي بعيدين عن الاهلي، نكمل كلام عن الزمالك اللي هو كان في التوب فورم امبارح. امبارح الزمالك قدم شوط اول احسن شوط قدمه في تقريبا في خلال السنتين اللي فاتوا كلهم. عمل شوط اول على النادي الاهلي ما اتعملش بقاله اكتر من 3 4 سنين. كان يقدر يطلع زي ما كنا بنقول في ماتش ال5-3 لو تفتكروا. كنا بنقول ان الاهلي يقدر يطلع 5، يقدر يطلع 6، ويقدر يطلع 7، يقدر يطلع 8. نفس الكلام على الزمالك. الزمالك كان يقدر يخلص الماتش في الشوط الاول بسكور اكبر من اللي كان هيخلصه الاهلي. شابوه لعيبه الزمالك، شابوه ناشئين الزمالك. حسام عبد المجيد هيبقى من احسن مدافعين مصر في الفتره اللي جايه. سيد نيمار هيبقى من احسن الباكات في مصر في الفتره اللي جايه، وليهم مستقبل كبير مع الزمالك ومع منتخب مصر. حقيقي ناشئين تشرف. نيجي بقى للجانب التاني وهو النادي الاهلي، وهو الجزء الاساسي في حلقه النهارده. اول حاجه هتكلم عنها عن النادي الاهلي هو محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي هو اصلا مش شايف. محمد الشناوي مش معانا في الدنيا. محمد الشناوي اللي بقاله اكتر من حوالي 10 15 ماتش مش موجود مع الاهلي، والاهلي مصمم ان محمد الشناوي هو يفضل رقم واحد وهو يفضل اللي بيلعب، برغم المستوى اللي نزل قدمه مصطفى شوبير في ماتشين لعبهم. طب ليه مصطفى شوبير ما ياخدش فرصه؟ هو لما شريف اكرامي كان بيلعب وقعد عشان اصابه او عشان مستوى قل، ومحمد الشناوي نزل خد فرصه واثبت نفسه بقى رقم واحد في مصر، ليه مصطفى شوبير ما ياخدش فرصه في وقت الشناوي ما يستحقش انه يلعب؟ يعني حاليا في مصر رقم واحد في مصر في حراسه المرمى هو مش الشناوي، هو عواد. مفيش اي كلام على الشناوي يخليه ان هو يكمل في حراسه المرمى اكتر من كده لحد ما يبدا يرجع لمستواه. لازم حد ينزل يحسسه ان هو مش رقم واحد دايما. نتكلم بقى على خط الدفاع. خط دفاع النادي الاهلي، خط الشوربه. امبارح كان في طبق شوربه في خط دفاع النادي الاهلي. امبارح كان في كوارث، امبارح كان في فضايح، ديفنس معدوم. يعني على الله، يعني امبارح الاهلي على الله حكايته. بيعمل ايه معرفش. الاهلي امبارح بيتفرج على الماتش زي ما احنا بنتفرج عليه. محمد هاني، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، ما يعني مش فرق احمد زي الحاج احمد، يعني علا زي مدام علا. هما اللي كلهم كانوا شبه بعض، كلهم كانوا زي الزفت. انا من زمان انا قلت ان محمد هاني يعني ما يلعبش درجه تانية. كريم فؤاد من وجهه نظري احسن منه، برضو ما يبقاش رقم واحد في النادي الاهلي، بس هو احسن من محمد هاني بكتير بمراحل. الاهلي امبارح من غير خط ظهر. الاهلي امبارح بنلعب هوا. نيجي ندخل على نص الملعب، وعمرو السولية واليو ديانج اللي انا ما شفتوش، وحمدي فتحي اللي هو كان شويه شغال وكان شويه بيمنع الهجمات المرتده في نادي الزمالك. نص الملعب عمرو السولية واحنا عارفين ان هو بعيد عن مستواه، يعني ده شيء مفروغ منه. هو بعيد عن مستواه بقاله فتره اكبر من محمد الشناوي. معرفش ايه السبب اللي مخلي لعيبه الاهلي اغلبهم بعيد عن مستواهم. الاهلي في خطر. الاهلي في خطر بالنسبه للديفنس وبالنسبه لنص الملعب اللي مش في حالته دلوقتي، بس الديفنس لازم تدعيمات. بالنسبه للهجوم، قفشه ما يلعبش طرف. قفشه ما يلعبش طرف. قفشه ما يلعبش طرف. قلناها الموسيماني، وقلناها وبنقولها تاني دلوقتي، وهنفضل نقولها، وقلناها الكروش، وقلناها لكل الناس اللي لعبت قفشه طرف. قفشه ما يلعبش طرف. قفشه ما بيلعبش طرف. هنقول كم مرة قفشه ما بيلعبش طرف. قفشه ما بيلعبش غير مكانه 10. قفشه ما بيعرفش يلعب غير 10، حتى 8 ما بيعرفش يلعبها. يعني قفشه ما بيلعبش غير صانع لعب. نص ملعب زي عمرو السولية ما بيعرفش يلعبها. هو بيلعب، يعني هو دي وظيفته. هو بينزل ويستلم ويسلم ويوصل ويعمل لك اسيست ويوديك ويجيبك ومش عارف هو الكلام ده. هو ده قفشه. فكل مدرب هيجي هيقعد يجيب لي قفشه على اليمين، يجيب قفشه على الشمال،
يجيب قفشه مش عارف يلعبوا 4-3-3 يلعبوا في نص الملعب. هو مش ده مش قفشه. قفشه مكانه معروف، واديكوا شفتوا الشكل قبل ما قفشه يلعب في مكانه وبعد ما قفشه لعب في مكانه الاهلي بقى عامل ازاي. يا عم سوارش ما تألفش، ما تهبطش، ما تشغلش دماغك. عمال تقول هعمل وهعمل ما تشغلش دماغك، سيب اللعيبه زي ما هي. قعدت تقول هطور من التسديدات هطور من التسديدات وهم بيضيعوا كتير وبتاع، اديك ما خليناش نضيع خالص. احنا ما ضيعناش خالص، ولا ضيعنا ولا سددنا ولا عملنا اي حاجه. قعدت تقول احنا بنسدد كتير وبنضيع ودي مشكله النادي الاهلي. احنا ما شفناش عوادم غير في الغلطه اللي غلطها. يعني حتى الجون اللي انت جبته مش ملعوب، جون غلطه. وشغال كور طويله زي ما تكون بتلعب درجه ثالثه ولا ممتاز به. شغال كور طويله كور طويله، ايه يا عم؟ ايه العشوائيه اللي انت فيها دي؟ يعني ما هي دي لو طريقه لعبك يبقى انت في كارثه. يعني النادي الاهلي جايب لنا موديل اعلانات اولا. النادي الاهلي جايب لنا واحد موديل بيطلع كل ماتش بطقم يوري الناس انا جايب طقم جديد. كل ماتش بطقم غير التاني. انت كده موديل، انت كده مش مدرب. احنا لازم أن حضرتك ركز في الماتش اكتر ما بتركز في لبسك. ركز في الملعب. ركز ان انت تنزل بتشكيل صح. انت نازل بتشكيل ملوش لازمه. انا اول ما شفت التشكيل قلت الراجل ده نازل يدافع. ابص في طريقه اللعب الاقي الراجل ده مش بيدافع، يعني نازل تهاجم بتشكيل دفاعي. منزل يعني 3 في نص الملعب. طب ما تلعب 4-2-3-1 طالما انت عايز تهاجم. ما تلعب 4-2-3-1 والعب صح. بتقولي انا محتاج وقت وبتاع، علشان لو انت محتاج وقت عشان تخلي قفشه يلعب طرف يبقى بلاش منه الوقت ده. يبقى انا ما يلزمنيش الوقت ده. روح بقى اقضيه في البرتغال، روح اشتري بيه لبس. الحل ايه؟ تلعب بالطريقه اللي تناسب لعيبه النادي الاهلي. ما تقعدش تالف وتهبد وتخترع طريقه على مزاجك. يعني الله يرحمك يا عم موسيماني. الراجل كان بينزل ماتشات الاهلي والزمالك دي بيخلصها كده في لمح البصر. ما شاء الله عليه. يعني والله كان بينزل الماتش من دول يخلصوا بالقاضية، يخلصوا 5-3، يخلصوا 2-0، يخلصوا 3-0. ما بيهزرش. الراجل كان بينزل الماتشات الكبيرة بصراحة. نهائي اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، ما كانش بيهزر في الماتشات الكبيرة. اول مرة اشوف حياتي مدرب بيغير الدفاع كله. بقالي اهو دلوقتي مثلا 7-8 سنين بتابع كورة واتفرج على ماتشات. انا عمري في حياتي ما شفت مدرب بيطلع الديفنس كله، بيطلع الدفاع كله. مين يعني يعني انت كمدرب، مدرب فاهم، مدرب واعي وعارف انت بتعمل ايه. انا عايزك تجيب لي كده حد بيطلع الثلاثه مدافعين من غير اصابات، يعني ما حدش منهم اتصاب. ايه سببه؟ طيب يعني ايه اللي يخليك تطلع الدفاع كله؟ وده حاجه هتخلي اصلا في عدم توازن. والزمالك فعلا بعد الثلاث تبديلات دي متهيألي الناس شافت الاهلي كان عامل ازاي. متهيألي الناس شافت الزمالك كان بيروح انفرادات ازاي. مفيش مدرب في الدنيا بيطلع الدفاع بتاعه كله مره واحده. مفيش. يعني ده مش موجود في كرة القدم. ده مش موجود. انا اول مره اشوفه شفته معاك انت. فيعني ما شاء الله عليك يا عم جوزيه. شكلك جايب لنا مدرب فاهم، مدرب يعني 100% وصح الصح. يعني جاي انت شكلك تقريبا بتخلص في حد مزعلك في الاهلي وانت بتخلص الذنب بتاعك. يبعت لنا واحد على الله والله العظيم مدرب على الله حكايته. فلازم يبقى في تدخل من الاداره، ولازم يكون في كلام مع سوارش، ولازم يكون في كلام مع اللعيبه ان هي تبقى رجاله اكتر من كده. ده بالنسبه لجزء النادي الاهلي. ومبروك لجماهير نادي الزمالك. بطولة تستحقوها، بطولة تعبتوا عشان تاخدوها. برافو عليكم.